مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ آه انا هعمل النهارده بقى السمك. بصوا السمك اللي هو المكرونه ده. بصوا نضفته كويس جدا، بس انا بقى ما حبيتش اجيب التنظيف عشان يعني ملوش داعي، وكلنا بقى عشان الفيديو ما يطولش، وبعدين كلنا بنعرف ننضف السمك يعني. السمك المكرونه دوت اهو، عشان لو ما حدش عارفه. بصوا انا نضفته كويس جدا وخليته زي الفل. هنعمل له بقى كده ان شاء الله خلطه حلوه كده جميله بالخضار، بشويه الخضار الحلوين اللي معانا دول. ومعانا توم برضو، وهنجيبه بقى هنضربهم في الكبه مع شويه التوابل و... وهوريكي بقى ان انت لما تقليه ما تبوظيش الزيت، يعني تستعملي الزيت مره تانية. وفي نفس الوقت بحط فيه حاجه بيخلي لونه حلو جدا جدا، زي اللي هو بنجيبه من الشارع، اللي بنجيبه من محلات السمك، اللي بيبقى لونه اصفر دوت، وبيبقى لونه حلو كده، اللون الذهبي الحلو ده. انا هوريكي كده تحطي ايه، وان شاء الله هنعمله مع بعض كده بطريقه حلوه ويا رب تعجبكم. بصوا بقى، انا هجيب كده الكبه بتاعتي، وهجيب ايه شويه الخضار الحلوين دول. طبعا انا معايا بس السكينه. السمك طبعا احنا عارفين السمك بتاع الشتاء ده بيبقى حلو قوي، بيبقى حلو جدا السمك بتاع الشتاء، بصراحه لا يعلى عليه يعني. بالذات اللي هو في الشهور اللي فيها حرف الريف، اللي زي دلوقتي كده، وشهر 1 و2 و3، كل الشهور اللي هي فيها حرف الريف دي. طبعا السمك بيبقى حلو جدا، وبيبقى مليان بطارخ، وطعمه حلو كده، وطعمه جميل، وكأنه كده بيبقى فريش على طول. فاحنا بقى نستغل الفترة بتاعت الشتاء دي ناكل السمك، لأن السمك مغذي طبعا حلو، كلنا بنحبه. ما انا بقى هنعمله النهارده كده بطريقة حلوة ان شاء الله، يا رب تعجبكم. بصوا انا قطعت هنا فلفلتين رومي، ومعايا هنا قرن فلفل حامي، ومعايا طماطميتين، ومعايا طبعا شويه توم كده حلوين اهم. شويه التوم الحلوين دول كده هنزل بيهم كلهم في قلب الكبه. ومعايا شويه هريسه هنا برضو، معلقه هريسه اللي هي لونها احمر دي، وهحط ليمونه بحالها. اشيل بس البذر اللي جوه ده اهو، بنضفها كده من البذر، خد بحطها بحالها، محدش يقول لي هتمرر، مش هتمرر ولا هتعمل اي حاجه. طبعا الليمون مهم في السمك. هدي هنا كده شويه خل صغيرين عشان يمشوا الكبه. انا بصراحه ما بحبش الخل كتير في السمك. الليمون بيدي مزازه وبيدي طعم حلو، وبينشف السمكيه، بيخلي السمكيه ناشفه، ما بيخليكش السمكيه تشرب زيت. الليمون مهم جدا معايا في السمك. اضرب بقى كل ده كده في الكبه، بس انا هقفل بس عشان الازعاج، وهرجع تاني ان شاء الله. بصوا بقى، انا فرمته فرم جامد جدا عشان ما يحرقلكيش الزيت. عايزه الزيت بتاعك يبقى نضيف، ما يتحرقش خالص. يعني بصي حاولي ان انت اي حاجه بتنزل في الزيت تفرميها جامد، يعني فرمها حلوه قوي عشان ما تحرقلكيش الزيت. بصوا انا فرمته ازاي، فرمته حلوه قوي 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 اهو. هنزله بقى كده بالمعلقه، عشان ايه؟ انا مش عايزه ايه يحرق الزيت، والزيت يبقى لسه حاطين سمكتين والاقي الزيت اتحرق وبتضطري تغيريه، لانه هيحرق لك برده السمك. فالفرم الجامد بيخلي الزيت يقعد معاكي فتره طويله وانت بتقلي. بصوا بقى، انا فضيتها في علبه اهو، الخلطه بتاعتي فضيتها في علبه. بصوا عصره كميه ليمون حلوه كده، ربع او نص، اللي عندك بقى، دول كانوا عندي فانا هعصر نص كوبايه اهو. بس هحوش البذر دوت، نص كوبايه ليمون. الحاجات بتاعتي بقى اللي هحطها، البهارات، الحاجه اللي بتخلي اللهم صل على النبي، الحاجه اللي بتخلي السمك حلو: ملح، الليمون،
ملح الليمون ده بيخلي السمك حلو جدا، ولو ما عندكش ليمون حطي ملح ليمون، بصراحه بيخليه حلو جدا. وطبعا شويه القرفه، شويه القرفه دول ضروري برضو، بيخلوا السمك كده زي القليه بتاعت بره بتاعت المحلات، بيحطوا قرفه فيه. وشويه شطه، طبعا شويه الشطه دول مهمين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي بقى، هو الطعم مش هيبان في التوابل، مش هتبان في السمك اول ما بنيجي نملحه يعني. شويه فلفل اسود، كل التوابل اللي عندك حطيها اهو. حبيبي، وشويه الكمون برضو هحط شويه كمون. طبعا الكمون لازم للسمك، شويه كمون كده حلوين، مش كتير بس عشان ايه ما يمرش، ما تكتريش التوابل قوي يعني، ملوش داعي كتر التوابل الكتيره دي. طبعا ومعايا هنا شويه رشه جنزبيل، رشه جنزبيل، وبرده ممكن تنزليها في الرز بتخلي الرز حلو قوي. بصوا بقى دوت اللي بيخلي السمك زي اللي في المحلات ده، بصراحه بيفرق جدا في السمك. رشه كاري، بصوا كاري، رشه كاري بتجيبيه من عند العطار، معروفه عند العطار، بتحطي منه في الخلطه، وبتحطي منه فين، في الدقيق وانت برضو بتقلي، يعني برضو بيفرق اللون جدا يعني. وطبعا بقى الخلطه بتاعتي الحلوه الجميله دي اهي، انا عامله كميه عشان بحفظها طبعا في الفريزر، بحطها في الفريزر طبعا. بصوا ما شاء الله، بحطها طبعا اهو، بصوا في الفريزر عشان ايه، عايزه تطلعي منها حتى للبتنجان المقلي، تطلعي منها للسمك، تحطي منها في خلطه الرز، تبقى عندك بصي في الفريزر اهي، وتقفلي وتملحي بقى منها السمك وتعملي منها الخلطه دي. حاولي ان انت على طول تعمليها وتجهزيها عندك في الفريزر، بتبقى حلوه بصراحه وسهله وبتسهل عليكي. بس هحط بقى هنملح بقى السمك مع بعض ان شاء الله ونقليه باذن الله. واجيب بقى السمك بتاعي الحلو النضيف الجميل اهو ده، اقوم مملحها بقى، اخده كده، هاخد كده طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه بتاعتي الحلوه دي هنزل عليه كده، بس حاول بقى ان انا ايه، هاخده بقى كده ادخله كله في قلب بعضه. السمك طبعا دوت بيبقى حلو وجميل، واحنا كلنا بنحبه يعني، بصراحه احلى حاجه السمك، انا بحب السمك جدا يعني، لو كلت كل يوم سمك ما بزهقش. وبحب بقى اعمله كده بطرق مختلفه يعني، واحط له كده شويه البهارات اللي تليق عليه كده وتخليه حلو وجميل اهو. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. وهتلاقوا اللون فرق بتاع الكاري، معلقه الكاري اللي انا حطيتها في التتبيله بتفرق، بصوا فرقت في اللون اهي. بصوا هنسيبه بقى في التتبيله شويه، وان شاء الله برده اما نقليه هنشوف مع بعض ان هو ما يخليش الزيت يتحرق خالص، هنشوف ازاي ان شاء الله اما نيجي نقليه. بصوا بقى حبايب قلبي، انا هبدا اقلي بقى، بس بصوا انا بحط ايه بقى زي ما قلت لكم في الدقيق، في دقيق القليه انا حطيت دقيق وشويه بقسماط، دقيق وشويه بقسماط. وبصوا احط ايه كمان، زي ما قلت لكم الكاري بيخليه حلو قوي، بيخليه لونه مصفر زي اللي بتاع المحلات اهو. معلقه كاري كمان شويه اهو، هما بيحطوا كده في المحلات معلقه الكاري مع شويه بقسماط برضو عشان ما يغمقش ويبقى حلو، مع شويه الدقيق. وحاولي ما تجيبي البقسماط، هاتي البقسماط الفاتح، ما تجيبيش البقسماط الغامق، لان البقسماط الغامق بيغمق اي حاجه بنقلي بيها. البقسماط ايوه الفاتح بيبقى حلو جدا، ايه، وبيخلي الحاجه اللي انا بقلي بيها حلوه ما بتغمقش. طبعا انا كنت سايبه بقى السمك في التتبيله اهو، بصوا سبته في التتبيله، بصوا عامل ازاي ما شاء الله ولونه حلو وجميل.
اهو بصوا كده هعمله بقى في الدقيق. الزيت بتاعي سخن، لازم السمك ينزل في الزيت سخن، لان السمك طبعا ما بياخدش تسويه كبيره، ما بياخدش تسويه كتير قصدي، يعني ايه، مسافه ما بتنزلي مسافه ما بتطلعيه، احنا عايزين لونه بس، انما هو لا عايز تسويه ولا عايز حاجه اصلا، عشان ما ينشفش وبرده ما يتهريش. هتنزليه في زيت بارد هيتهري، هتنزليه في زيت سخن بارد هيتهري، هتنزليه في زيت سخن طبعا هيبقى كويس، وايه، وهينشف السمكية بسرعة، وايه، وتتقلي بسرعة، متاخدش وقت في الزيت. انا بقى معايا هنا بصوا، انتوا شايفين انا حاطه ايه هنا؟ حاطه علبه فيها ايه؟ فيها شويه ميه، عشان هوريكي الزيت ما يتحرقش ازاي ويفضل مستمر معاكي. هاخد كده، هجيب بقى الميه بتاعتي اهي. بصوا انا قليت السمك اهي، السمك قليته اهو، هنزل بيه في الميه كده واطلع بسرعه، بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل في الزيت اهو، هنزل في الميه وفي قلب الزيت على طول. هو كده بيعملوا كده بتوع المحلات، عشان طبعا مش هيقعدوا بقى يحطوا الزيت ده كله، يحطوا بقى الزيت ويغيروا اهو كده على طول، واطلع على طول. بسم الله. طبعا بيدي السمك قرمشه ولون حلو وبيخليه جميل. انت بتنزلي بس شويه الدقيق اللي ايه، اللي هيوسخولك الزيت اهو، واعلي عليه بقى واسيبه خالص، اسيبه بقى براحته. السمك ما يتقلبش خالص طول ما هو طري، لو قلبتيه وهو طري هيتهري منك، تسيبيه بقى كده خالص. بصوا بقى اللون ذهبي ازاي، شايفين اللون ذهبي وجميل ازاي، والزيت زي ما هو. بصوا يبقى مقرمش، بصوا عامل ازاي، بصوا الزيت زي ما هو. لما تيجي تطلعيه ما تطلعيش في على ورق مناديل او كلينكس، طلعي على بتاع دوت، على مصفى، اي مصفى عندك، بصي طلعي عليها الصفة، مش هيطرى، لان الورق المناديل بيطر السمك وبيطر اي مقليات. بصوا كده اهو، تاني بصوا برضو انا عملت كله، بدلته في الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، في قلب الميه. الله اهو، ده احلى حاجه، بتخلي الزيت ما يتوسخش ولا اي حاجه تنزل فيه ولا الدقيق ولا حاجه خالص، بتخلي لي بص السمك لونه حلو. بس السمك كده شويه في الدنيا تبان، السمك بص لونه حلو، مفيش دقيق نزل في الزيت ولا سود لي الزيت بقى، ولا اقعد اغير وافضي والكلام دوت اهو. احسن طريقه. بصوا بقى يا حبايبي شكل الاكله بتاعتي النهائي اهو، بصوا السمك عامل ازاي، بصوا كله لون واحد، وطبعا معلقه الكركم مدياله بصوا لون حلو قوي قوي قوي. شايفين كله عامل ازاي، ومقرمش طبعا وناشف، مش شارب زيت طبعا، انتوا شايفين اهو، مش شارب زيت ولا اي حاجه. وادي السلطه، وادي الرز، وانا بقلي بتنجان اهو بس جنب السمك، عشان انا بحب اكل بتنجان جنب السمك. بقلي كده شويه بتنجان حلوين، وباخد من الخلطه اللي احنا ايه، اللي تبلنا بيها السمك ديت اهي، احط عليه بس كده رشه بسيطه من الخلطه اللي تبلت بيها السمك، رشه بسيطه بس كده. وادي الاكله بتاعتي حلوه وجميله وسهله اهي وخفيفه، ويا رب كده تعجبكم. وطبعا زي ما قلت الخلطه اهي، بصوا بغطيها وبشيلها في الفريزر، اي وقت اجي اعمل السمك او اي مثلا بتنجان مخلل او حاجه اقوم مطلعاه على طول. بصوا الرز بتاعنا حلو وجميل، والسمك بصوا عامل ازاي ومش شايب اي زيت، وجميل وحلو ومقرمش. جربوا بقى الطريقه بتاعت السمك دي كده، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. اشوفكم بقى على خير.